راديو كلمة تسعة سبعة. مع مريم بن حسين على راديو كلمة. درايف تايم. ما بيستحوا بعدن عم يجرحوا بعضن عم يذبحوا بعضن. لا الدنيا مش هيك حلو الدنيا وهني قلبن على بعضن خوف على بعضن. هيك الحقيقة هيك ما بيستحوا بعضن عم يجرحوا بعضن عم يذبحوا بعض. لا الدنيا مش هيك حلو الدنيا وهني قلبن على بعضن خوف على بعض. هيك الحقيقة هيك. ليش البشر صاير قلبن حجر يعني مرحبا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا على موجات راديو كلمة. معكم مريم بن حسين حتى للسبعة متاع العشية في درايف تايم، حلقة جديدة في موسم جديد على موجات راديو كلمة على www.kalima.tn. هذا موعدنا الأسبوعي واليومي ابتداء من الاثنين حتى للجمعة. كل يوم باش يكونوا معنا ضيوف فنانين سياسيين إعلاميين باش نحكيوا شوية على ما يجري في تونس، باش نحكيوا على الشأن الفني السياسي الاجتماعي اللي يهمكم الكل. وانتم تسمعوا فينا دائما وابدا فين ما تسمعوا فينا. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل. يزرع حقد اللي كيف بيحصد وارد اللي وكيف بيقدر على مخدي غمض عيونه. ويا اللي بيسرق بلد اللي كيف بيحمي أرض اللي والأمن وعلى الحق كيف قادر يخونه. ليش البشر صاير قلبن حجر يعني بالمختصر يا دمعة عيوني رجعي بيا تمن بيبيعوا ويشتروا بعضن. بيكفي حزن يا عيني لا تدمعي. ليش البشر صاير قلبن حجر يعني بالمختصر يا دمعة عيوني رجعي بيا تسمعوا فينا على موجة راديو كلمة على 90.7. ضيفي اليوم اللي أنا سعيدة جدا بهم بوجودهم معنا في استوديو كلمة الفنانة الملتزمة أمال حمروني، وهي في الحقيقة التزامها بحديثها عن أهم القضايا الإنسانية، لأنه هو الالتزام في عمق الكلمة. كلمة ملتزمة ولينا نحطوها في ما بين كل فيرجول وكلمة نقولوا ملتزمة، لكن هي فعلا تاريخها الفني يخول لها أنه هذه الكلمة تكون قرينة باسمها. مرحبا بك مدام أمال الحمروني. عسلامة، مرحبا بمستمعيكم. يعيشك. وضيفي أيضا اللي عنده محبة كبيرة ياسر عند الناس وعمل البوز، وجمعة اللي فاتت محبته زادت كبرت. هو عنده الروح الخفيفة وعنده هالتلقائية هذية وعنده هالكاريزما هذية. هو نائب عن الكتلة الديمقراطية وعضو التحالف الديمقراطي. مرحبا بك سي محمود البارودي. وبيك مريم. مرحبا بأمال وبكل مستمعين
مستمعي إذاعة كلمة. عايش. كنا نرجع نحكيو مدام امال على امال حمروني. اكيد اكثر الناس ربما اللي يسمعوا فينا اليوم يعرفوا اللي هي بدات عام 80 مع فرقه البحث الموسيقي بجابس، وقت اللي هلا هلا يا مطر، وقت اللي برشا غنيات حلوين وقتها رافقت مسيره عديد الاشخاص معناتها في الجامعه. وقتها كانت الأغنية الملتزمة عندكم انتوما قبل اخذتوها من شيخ إمام، سيد درويش، من مارسيل خليفة، ثم كاينها في تونس انتقلت للبحث الموسيقي شوية هكا ولا؟ هو صحيح كلامك في جزء منه، على خاطر زاد ما ننسوش فما رواد الأغنية الملتزمة في تونس كبارنا نوزيني اللي نحبوهم، فما البعض منهم رحل علينا وخلى بلاصة كيما الكبير هديقل حمدي العجيمي، كما اللي مازالوا يبدعوا مازالوا محمد بحر. فالحقيقة راهو الأغنية هذه عندها عمق معناها عند شعبنا وما تولدتش البارح ولا وليت البارح، ويبدو لي حتى الأغنية الاجتماعية توجدت حتى قبل هالجيل هذايا. ولكن الناس اللي تكتب التاريخ عموما هي الناس اللي عندها سلطة، والناس اللي كانت تنقد السلطة وتقول الخطاب مغاير على السيد وعلى يساعدها واللي ما يهدنهاش واللي ما يشكرهاش بالتأكيد ما تأرخلوش وما تخليش أثر يعني لمروره في الحياة. ولكن ذاكرة شعبنا وذاكرة الشعبية بالذات تعوض هالتقصير الكبير. كي تمشي توا البلاد من شرقها لغربها جنوبها لشمالها تشوف في الأوساط الشعبية العديد من الأغاني والأهازيج اللي كانت تحكي على المعاناة الشعبية وكانت تحكي على شنو اللي حل بالناس. يعني ما كانتش راهي الأغنية العاطفية واللي تحكي على الوجد والغرام معناها والغزل هي الوحيدة اللي موجودة، لا، الأغنية اللي تسمى ملتزمة نسميها أنا الأغنية الإنسانية، الأغنية ذات المعنى، راهي طول عمرها صاحبة حرك الشعوب، معناها طول عمرها موجودة ما تخلقتش معانا. نعم. محمود البارودي، معناتها الأسبوع الماضي خذيت قرار كبير ياسر وقلت أنه أنت ما عادش تحب تاخذ شهرية من المجلس التأسيسي، وحتى كان امتنعوا أنهم ما عادش يقدموا لك شهرية هذية، أنت باش تفتح حساب لصالح الفقراء والمساكين. علاش القرار هذايا فجأة؟ هو الحقيقة القرار ما كانش فجأة، هو كان قرار ماخذه عندي مدة وخذيته حقيقة بعد 23 أكتوبر اللي فات، لأنه نعتقد أنه من الناحية الأخلاقية احنا التزمنا أمام شعبنا كأحزاب سياسية وكنواب داخل المجلس الوطني التأسيسي أنه ننتهي من أعمال الدستور في ظرف سنة. ولكن الخلاف والجدل اللي صار والتعهدات وتقدم أعمال المجلس الوطني التأسيسي خلانا نوخروا، كان يكون عنا أمل أنه احنا باش نقدم. ولكن مع الأسف الفترة الأخيرة صار لبس وصار انتقادات كبيرة صارت من المواطنين التوانسة، وراهو العبء هذا يهزوا النايب. ماهوش سهل أنه كي يعرضك مواطن في الشارع ويبدأ هو في حالة معناتها اجتماعية صعيبة ويبدأ في حالة اقتصادية صعيبة ويسألك ويعرف اللي انت قاعد تخلص من أجل كتابة الدستور، ويعتقد هو أنه كتابة الدستور هي استكمال لتحقيق أهداف الثورة. بالتالي احنا نقولوا راهو الدستور هو استكمال أهداف الثورة، يقول لك اللي تكمل في أهداف الثورة ولكن تكمل فيها بمقابل معناتها صعيبة راهو والشوارع، وما كانش معناتها كما يقولوا بعض الخيال نحترمهم يقولوا هذه دمغجة وهذه شعبوية، ولكن يلزم نقوموا بها. معناتها كان قمنا بها يقولوا كيفاش، وكان ما قمناش بها يقولوا علاش عمل هكا وهذه شعبوية، يقولوا شي يحبوا. أنا مقتنع بالقرار اللي خذيته، مقتنع أنه اليوم احنا في حاجة أنه العباد تزيد تضحي شوية من أجل بلادنا. وزاد نحب نقول راهو مش كما يحكيوا برشا يقولوا الوضعية نتاعو معناتها لا معناتها لا الوضعية عادية جدا، وممكن باش نعيش باللي لميته في الفترة الأخرى معناتها نتاع. لكن قعدت 7 أشهر، أنت قلت لي القرار هذايا خامرك بعد 23 أكتوبر، لكن قعدت 7 أشهر عفوا حتى لين خديت قرار أنه كنت توقف. والقرار كان القرار كان فيه السبب نتاع
الموجة متاع الانتقادات اللي توجد هذه راه أغزر اللي ما يراش المجتمع اللي احنا نعيشوا فيه ويكمل سياسة الهروب إلى الأمام فإنه ماهوش عايش في البلاد متاعنا. اللي يسمع الكم الهائل من الانتقادات من العباد اللي تعمل في السياسة ومن العباد اللي مش تعمل في السياسة ويقعد وذنيه مسكرة ويقول والله راني هذه حكاية فارغة وهذا ماهوش صحيح. هكا فما الشق مثلا كي تسمعهم الانتقادات يقول لك لا هذاك جانب صغير ياسر ماهوش الحقيقة. لا 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 الحقيقة لازم نهبطوا للشارع باش نراو الحقيقة. راهو معناتها صحيح في بعض الأوقات راهو رجال السياسة متاعنا في تونس الانطباع العام ياخذوه من البلايص معينة معناتها فهمت يهبط ان كارتي ان بو فافوريزي ويقول لك والله الانطباع العام راهو في صالحنا احنا كديمقراطيين ولكن تهبط لوسط البلاد وتهبط الاحياء الشعبيه وتهبط هذاك هو الانطباع العام. معناتها الانطباع العام راهو جمله من الانطباعات جايه من الفئات الاجتماعيه مختلفه ولهنا الفئات الاجتماعيه اللي تنتقد فينا ماشي الفئات الميسره بركه ولكن الفئات اللي معناتها تعاني الخصاصه وتعاني الفقر وتعاني التهميش وهكا يحصل لك الانطباع العام. معناتها الانطباع العام ككل وحتى باش نقول لك حتى نمشي ابعد من هكا حتى من بعض انصار الترويكا نفسها معناتها حتى من انصار حركه النهضه اللي كانوا يستناو انه القيادات نتاعهم باش تاخذ الاجراء هذا يبعثوا لك معناتها عشرات ومئات يقول لك بارك الله فيك احنا نختلفوا معاك ولكن هذا قرار شجاع هذا قمت به لانه اغزر انا ما نحبش راهو ولكن حتى هما راهم يعانيوا معناتها نحب ناكد راهو مساله مهمه راهو فما عباد عدات حبوسات معناتها عدات حبوسات وظلمت وتقهرت في كل واحد على افكاره معناتها من اجل الديمقراطيه وفما عباد مش من اجل الديمقراطيه ولكن من اجل اشياء اخرى ولكن فما عباد اتظلمت معناتها على مر ال50 سنه اللي تعداو هذوما فما توانسه ظلموا فما توانسه تقهروا التوا ما حسوش اللي الدوله نتاعنا ولو رجعت لهم الاعتبار المعنوي مانيش نحكيو على الاعتبار المادي لهنا لانه زاد يعرفوا اللي ظروف نتاعنا ظروف الاجتماعيه ظروف صعيبه والوضع الاقتصادي نتاعنا ما يسمحش بهذا ولكن هذوما العباد يقول لك على الاقل فما خطوه. انا واحد من الناس معناتها ماهيش معناتها ما كانتش في اطار كما قلت لك المزايده ولا الشعبويه كانت في اطار قناعتي الشخصيه خذيت القرار بمفردي ما شاركني في حد قرار كنت معناتها مقتنع به وقمت به بعد اذا ربي واحد وفقه فبه اذا وقع معناتها انتقادي وهذا حقهم ولكن نحب ناكد انه راهو القرار معناتها جاي من قناعه شخصيه دون غيرها. مدام امال انت من الناس اللي غير التعقيب معناتها انت من الناس اللي عشت الفتره هذيا معناها كنت تحكي لي تحت الهواء يعني زوج اختك تشد في سيستم اللي قبل القديم معناتها اختك زاده كانت فما قيود على الحاجات انتم اللي عملتوهم معناتها هذايا انت عشتوا كي تبدا عشت هذايا واليوم تشوف في ناس اخرين كيفاش يحكيوا على المزايدات ويحكيوا على الامور هذيا الكل شنو تعليق؟ انا الحقيقه قبل ما نعلق على سي محمود وراني نثمن برشا معناها القرار اللي خذاه على الاقل على المستوى الرمزي راهو مهم جدا اخلاقيا مهما كان بعد شنو التبعات نتاعو راهو رمزيا حركة كما هيك شعبنا راهو بسيط وساعات توصل له الرسائل البسيطة أيضا والصادقة وانا نعرف مليح اللي في الفن راهو كان ما تكونش صادق وما تخاطبش الناس ما تمس حتى شيء وانت حركتك كانت صادقه يبدو لي والناس تعلت معاه. اني باش نرجع شويه للتجربه اللي حكيتي عليها هي الحقيقه التجربه اللي عشناها في هي بدايتها كانت في عهد بورقيبه في 86 بدايه سجن زوجي في لقضيه انتماء لحزب العمل الشيوعي التونسي. كانت تجربه على قسوتها تجربه جميله وثمينه انسانيا على الاقل كنا وقتها زوجين مازلنا صغار مازلنا كي تزوجنا ولكن يبدو لي المأساة هذيك قربت بيناتنا بالرغم اللي احنا عارفين اخترنا بعضنا علاش ولكن زاد تأكد ايضا احساسنا بان باش نمشوا في ثنية صعيبة لازمنا نكونوا اثنين وشادين معناه يدين بعضنا وكتاف بعضنا. فهذاك شيء نحسه توا مع المسافة كان كما السيمان معناه اللي أكد حياتنا إلى آخره.
هذيك بالنسبه ثم ظروف القاهره اللي خليت تتوقف مثلا فرقه البحث الموسيقي بعد 8 سنوات، وقت اللي جيتوا باش ترجعوا في الحقيقه بعثكم لقيتوا لي صعيب. في الحقيقه الايقاف والسجن الثاني عام 92 في وقت بن علي كان اقصى على جميع المستويات، اقصى على المستوى الحزبي لانه في 86 الحزب كان فتي ومازال مازال جديد، وكانت أول ضربة، وكان فما نوع من التضامن الكبير معناها في المحاكمة مع العديد من المحامين، وكانت حقيقة معناها للرأي العام كانت الشدة استثمرناها أيضا باش نوروا شنو كان عامل نظام بورقيبة أيضا. دونك احنا كمناضلين ما كناش نخموا في المحاكمة كمحاكمة بقدر ما كنا نخموا شنو شكون باش يكون أثار على الرأي العام. الإيقاف نتاع 62 كان أقصى على جميع المستويات، أولا لأنه السجين السياسي في 92 ما كانش يشبه بالكل السجين السياسي عام 86. نذكر 86 كنت نجم نهز القفة الراجلي بالأقلام، كان يحب يصور ويكتب، ما فما حتى منع وحتى خط أحمر، كنت نهز الكتب، كانوا كمساجين سياسيين فما نوع من الاحترام ونوع من معنى موقعهم، لأنه كانوا ناس مثقفين وعندهم أيضا ستاتيو سوسيال معناها، لكن كانت الناس تحبهم، والسجانة والمساجين كان عندهم معناها مكانة خاصة. في 92 على المستوى الموضوعي الحزب أخذ ضربة كبيرة ياسر، فكان شيء هرب وشيء دخل السرية وشيء وضعف معناها في الشدة الثانية، وإضافة أنه الإيقاف شمل معناها جزء كبير من مناضلي الحزب. نتذكر أن كي حكيتي على أختي ورجلها وصديقي خميس وزوجته كانوا حبالة الاثنين في شهرهم السابع، فنتذكر روحي عام 92 بقيت وحدي، ومن حسن حظي أني ما شملنيش الإيقاف، على الأقل كان عندي القدرة باش نمشي نزورهم في السجن ونهز القفة إلى آخره. فموضوعيا كنا غير قادرين باش نعاودوا نطلع على الركعة، والنظام راهو نجح في انه ما ضربش البحث الموسيقي مباشره بمنح المباشر، لانه كانت طرق المنع كانت خبيثه، كانت من نوع الصاله مسكره وباش تتصلح ويعطيك رخصه وتمشي وما يخليكش، خاطر في وقت بورقيبه كان النظام صريح، وقت اللي يمنعك يقول لك انت يساري، انت شيوعي، انت تصطاد في المال عكر، مانيش باش نعطيك الكلمه. كان واضح العلاقه كانت فيها نوع من الاحترام المتبادل. وقت زين كان يعاملك كيف من المنحرف الاخلاقي ولا المنحرف معناه من نوع اخر. داير وقت كنت نهز تليفون باش نجدد ورقه ولا حاجه، ونقول زوجي سجين سياسي، يقول لي ما عندناش سجناء سياسيين، نقولوا سجين راي، يقول لي ما عندناش سجناء راي، مع الناس اللي كانوا سجناء حق عام انتماء لجمعيه غير مرخص فيه. فالحقيقه راهو بالنسبه لينا ان ما نشوفش التاريخ هذايا من زاويه سلبيه بالكل، لاني نتصور اللي اذا ما كانش تجربتنا هذه، ما كانش هالنخبه هذه اللي سموها البعض نكبه، في حين ان هي نعمه على هالوطن هذايا. لولا النخبه هذه النيره اللي كانت مضحيه معناها شي تسمى مستقبلها المهني والعائلي الى اخره، باش تنهض النظام وتفضحوا على الاقل بامكانياتها البسيطه، ما يظهرليش كان وصلنا عبر هالتراكم هذا النوعي للحظه هذه. نحب نعلق شويه على الحقيقة سي محمود، ونستغل الفرصة باش نحكي معاك. واحنا الناس نتابعوا في أشغالكم معناها بالكثير من المرارة، مرات نبكوا، مرات نضحكوا، مرات نعرفوش نعملوا معناها، ولكن ما نجمناش نبطلوا، راه ولينا مدمنين على أشغال مجلسكم الموقر. باش نقول كلمة صغيرة، تعرف العملية والحركة النبيلة اللي قمت بها، الحقيقة باش نقول لك بكل صراحة أني وبرشا ناس كيفي كنا نتمنوا تصير من النهار الأولاني. وقت اللي قعدتوا على الكرسي، تعرفش علاش؟ لأنه أنتم زيد فلتوا فرصة تاريخية pour vous démarquer، باش توروا الفرق بينكم انتم الديمقراطيين وبين الناس الاخرين، اللي الديمقراطيه راهي مجرد شعار، مجرد كلام، وقت الفعل، وقت الاحتكاك الصحيح معناها بالفعل يطلع حد شيء. هذا الحاجه الاولانيه. الحاجه الثانيه، شخصيا كنت نتصور كنت ديمقراطيه عموما باش تمشي في اتجاه وقت تعمل القانون معناها الداخلي نتاعكم ولا ما سمي بالدستوري الى اخره، واضافه للنقاش الجانب المالي، لاني عندي دي فورماسيون بروفيسيونيل، انا عامله فينانس بوبليك ماليه عموميه، دونك جو سي دو كوا جو بارل. كنت نتصور اللي تمشوا في اتجاه انه كل حد ياخذ الشهريه اللي يتحصل عليها من مهنته الاصليه، اضافه الى بعض مصاريف نفهموها مليح، كان هذاك يخليكم حقيقه تحرجوا الطرف المقابل.
وانتم زاده تعطوا صوره نيره لشعبنا اللي حقيقه خلطكم حطكم الناس الكل في قفه واحده مسوى الحظ. وايضا هذايا معناتها مصدر فيسبوكي لمن لا يعلم. دفع اعضاء المجلس التاسيسي الذين وضعوا دستور 1959 كل مصاريف تنقلاتهم وإقامتهم من جيوبهم، بل أن أغلب النواب تبرعوا لخزينة الدولة من مالهم الخاص، مثلما تبرع عمال تونس ب5 أيام عمل لتجهيز الجيش الوطني. عندك علم به الخبر هذا ولا؟ لا والله ما عنديش علم، ولكن نجم نعرف اللي في الوقت هذاك كانت الظروف الاجتماعية والاقتصادية صعيبة، ولكن زمنا نكونوا زاد على يقين أنه في الوقت هذاك كانوا من خيرة اللي كانوا موجودين في تونس من ناحيه لو ستاتيو سوسيال معناتها كما نقولوا الوضع الاجتماعي، وما كانوش معناتها لا عملوا معناتها دراسات سوسيولوجيه عليهم، وكانوا لو ستاتيو سوسيال دون فاسون جينيرال معناتها كان مرتفع لانه وقع اختيارهم هما كما قالوا عليك انت معناتها انت زاده معناها كان بعد ستاتيو سوسيال تاعي ما عنديش مشكله بالضبط. ما نجمش نكونوا هما زاده قالوا عليهم نفس الكلام. لا هو لا كي نقول له ستاتيو سوسيال معناتها اليوم بالحق راهو اغزر. انا راهو نحترم الزملاء النواب، نحترمهم كل احترام، وكل واحد حر في الخيار نتاعو، هذا ما نشككش فيه، وكل واحد يعرف الوضعيه الاجتماعيه نتاعو، كل واحد يعرفها. وانا نعرف اللي برشا معناتها يعانيوا من ظروف اجتماعيه صعيبه معناتها، وما نحبش نزيد نمشي لابعد من هكا ونقول الكلام اللي يتقال وفين يسكنوا وفين وكيفاش يتنقلوا، معناتها ظروف راي اجتماعيه صعيبه. انا ما نحبش ندخل هذه في الباب نتاع المزايد، لكن كما قالت لك امال معناتها انا ما نحبش نقول راي هذه مساله اخلاقيه، مساله معناتها لابد انك تقوم بها على حسن النيه، ما تحطش فيها حتى حساب سياسي. انا وقت اللي معناتها قررت باش نقوم بالشيء هذايا قررت بيه غير ما حسبت حتى شيء معناتها. انا كنت نتمنى انه اذا نحبوا نشجعوا النواب، نحبوا نشجعوهم على الخيار هذايا، انا نقولوا لهم بارك الله فيكم يعطيكم الصحه، هذه خطوه اعملوا. كي نقولوا لهم انا خاف ونقول لهم كان والله كان قمت بها من النهار الاول ما عادش يقوم بها حتى حد. انا الهدف نتاعي اليوم انه النواب اللي مازالوا عندهم الاستعداد انهم يقوموا بهالحركه هذه، لانه راهو القيام بالحركه هذه ماهيش هذه باش تخلي على الاقل لدى الراي العام يرجع الانطباع انه المجلس راهو فيه عباد باهين، وراهو فيه عباد قاعده تضحي، وراهو فيه عباد قاعده تقدم. كي نجي انا نقول له والله كارك قمت بها من الاول نهار به ما قامش بها، هو جاته توا الفكره. انا كما قلت لك قعدت في مخي 6 ولا 7 شهور الفكره، ولكن ما كانتش الظروف. ولكن لكن كان المفروض زاد انه هذايا مشروع زاده مثلا بعد 23 اكتوبر تجي وتتقدموا به الكلكم وفي احد الاجتماعات. ما خاطر تعرف بالضبط توافقيه، هي ما كانتش توافقيه لانه مع الاسف ما كانوش برشا يشاطروني راي، ولا بالعكس يعود ما يزيدوا ياخذوا الدوبل، ياخذوا عقيله الشطر. هاو نمشي معك ابعد من هكا. انا حاولت باش نقنع به العديد من النواب، وفين نجي نقنع به يندموني معناتها. سي محمود في بالك انت اللي على الاقل انا شخصيا وانا نحس بالتعاطف مع الكتله الديمقراطيه والحراك اللي تعمل فيه باش تحاول تتقدم بالنص الى اخره، في بالك اللي هذا هو اللي نعيبوها. علاش؟ لانه حقيقه نحسوا اللي الكتله الديمقراطيه صحيح انت عملت حد شيء بلا حساب وهذاك شيء يثمن، ولكن زاد كيف انتم مسؤولين على صورتكم وعلى معناه المردودها لدى الراي العام. فان تكون البادره من الكتله الديمقراطيه كان ينجم ياكد ايضا على انكم ناس حقيقه حمالين لمشروع مغاير معناها رمزيا. لا معك نرجعوا بعد النغم هذه. نحب نسالك مدام امال شنو احساسك اللي كيغنيوا لك غنياتك عباد اخرين؟ اني باش نقول لك حاجه صغيره وتو تعني لك كل شيء. شوف انا موجوده في منظومه فكريه وفنيه ما عندها حتى علاقه بالشخص والفرد. حقيقه انه لو اني نفرح كيف الناس يعجبهم اللي نعملوا فيه الى اخره. انا اجمل لحظه عشتها في حياتي وقت اللي خرجت للشارع مع الناس يغنوا في أغانينا وهوني بحذاهم نغني معهم وما عرفونيش. فما فنان يتمنى لحظة سحرية أكثر من هيك، معناها يغيب الشخص وتغيب الشخصية ويبقى الأثر في الحقيقة. هذاك علاش احنا حمالين المشروع مغاير تماما. هلا يا مطر راجعين ضيفي اليوم الفنانة امال حمروني والنائب عن الكتلة الديمقراطية محمود بارودي. والهلال يصبح قمر ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب، ادخلي بيوت القصاب واسقي أزهار الغضب، وخبري دمعة بلادي
مساحة حضار، خبري دمعة بلادي إني مساحة حضار. هلا هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر، هلا هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر. الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب، قطرة قطرة عالدروب غني لعطش القلوب. وما تخافي السحاب يا حرة، الصفو من بعد الكدار. وما تخافي السحاب يا حرة، الصفو من بعد الكدار. هلا هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر، هلا هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر. الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. أميني وبالليل يريقي وغطي بالحافك رفيقي، أميني وبالليل يريقي وغطي بالحافك رفيقي. مهما عثرني طريقي، مهما عثرني طريقي، المسيرة تستمر، المسيرة تستمر. هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر، هلا هلا يا مطر انزلي وراقي الشجر. الحلم مثل الورد يكبر، الحلم مثل الورد يكبر، والهلال يصبح قمر، والهلال يصبح قمر. هلا هلا يا مطر به خلينا نرجعوا. الخائن لا شرعية له في الحكم. أغلبية أعضاء هذا المجلس خانوا أهداف الثورة التونسية، معناتها هذايا قاعد يسبختاج بطريقة كبيرة ياسر. برشا أسئلة على المجلس التأسيسي. فين محاسبة قتلة الشهداء والفاسدين؟ أين أموال الشعب التي تم نهبها؟ أين العدالة الاجتماعية؟ أين دعم الجهات المعزولة والفقيرة؟ أين القضاء المستقل؟ أين الدستور الذي من أجله انتخبكم الشعب؟ أين حقوق المرأة التي أصبحت مهددة في مكاسبها؟ هذه الأسئلة كي تقعدوا وحدكم معناتها تعودوا تسألوها لبعضكم. بطبيعة الحال بطبيعة الحال هو باش في 30 ثانية نعقب على أخت أمال كي قالت صحيح احنا في الكتلة الديمقراطية راهو وفي الكتلة الديمقراطية والمستقلين بعض المستقلين الآخرين راه وقت اللي الحركة أنا قمت بها نتاع التخلي كانوا فرحانين برشا وكأني عبرت على اللي يحبوا يقوموا بيهم. وهذا راهو شيء ايجابي لازم تعرفوه، لازم توانسه تعرفوا انه الكتله الديمقراطيه وكتله الجبهه الشعبيه اللي موجوده وبعض المستقلين كانوا فرحانين وحسوا اللي حاجه هما يحبوا يقوموا بها. انا نتمنى انه بعض الاخوين الاخرين يقوموا به، معناتها لابد ان ناخذوها من الناحيه الايجابيه نتاعو. كما قلت لك راهو الانطباع اللي نحبوا نعطيوه للتوانسه والحقيقه انه راهو احنا نخموا فيكم. معناتها هذاك علاش اليوم وقت اللي الكلام تقولوا مريم هذايا انا واحد من الناس معناتها ما نحسش اللي انا المستهدف به ولا الديمقراطيين اللي في المجلس الوطني التأسيسي هما اللي مستهدفين به. احنا لازم يعرفوا اللي احنا التوا ما قدرناش نتحققوا على ثلث المعطل داخل المجلس الوطني التأسيسي. معناتها ثلث المعطل مازلنا احنا اقليه. الله غالب هذيك الانتخابات خرجت ما نجموش نقلبوا الموازنه العدديه هذيا. معناتها يلزمكم تعرفوا. لكن دستور اليوم هذايا معناتها قيل انه هو لكل التونسيين. باش نقول لك باش نرجع لك بالنقطه لمساله الدستور وعمل المجلس الوطني التأسيسي. اليوم احنا اقليه. معناتها اليوم الاغلبيه الحاكمه عندها وماسكه بكل زمام الامور معناتها داخل المجلس الوطني التأسيسي. اليوم انتخابات 23 اكتوبر افرزت النتيجه هذه. معناتها ما نعرفش ساعات كي نعاركوا برشا توانسه يقولوا لنا راهو ياسر تعاركوا، ولكن انا ضميري مرتاح راهو كي نعارك، لانه هذاك هو قناعتي. اذا ما نشدوش اليوم صحيح في بلادنا باش نخرجوها بالمنزلق اللي ماشيه فيه، راهو بعد احنا باش تلومونا التوانسه علاش ما تكلمناش.
عاد انا نتكلم وخلي يلوموني اللي انا نتكلم، ومن بعد يرجعوا للحقيقه اللي قاعدين ممكن يكتشفوا فيها بشويه بشويه، وتوا التوانسه الكل يدوروا وقت اللي نبداو نمشيو يقولوا لنا والله يعطيكم الصحه راهو فما حاجات غالطه، ولكن ماذا بينا كان يزيدوا يعاونونا. صحيح فما كلام قاعد يتقال، انا ما نحبش نوصل لدرجه التخوين، لانه التخوين كلمه معناتها كبيره. التخوين ما نجمش نخون حتى تونسيه. طبعا حبيت نقول اللي هذا في فيسبوك، لكن هذا يدل على رأي بعض الأشخاص. معناتها فما أجندة، معناتها الناس وصلت حتى للتطرف معناتها في التعبيرات، وهذا قاسي جدا. وهذا هو القاسي، ولكن الواحد ما يحسش روحه اللي هو معني بالأمر أكيد، لأنه قاعد يقوم بواجبه وضميره مرتاح، والحمد لله يا ربي. معناتها نهار آخر باش نجي ونحاسبوا رواحنا بطبيعه الحال. فما اشياء اخطانا فيها هذا صحيح، ولكن كان سوء تقدير، ما كانتش نيه مبيته. اعطيني جواب على بعض الاسئله هذه اللي طرحتها اليوم. انا حسب رايي اهم مساله هي العمل نتاع المجلس الوطني التاسيسي. المجلس الوطني التاسيسي مقصر تقصير كبير في انجاح المرحله الانتقاليه، واذا ما نقولوش راهو هو السبب في فشل المرحله الانتقاليه لحد هذه الساعه. تقول لي كيفاش؟ نقول لك لانه مع الاسف اللي اليوم يحبوا على نظام برلماني قاعدين يقرروا في التوانسه في النظام المجلسي اللي هما بيدهم اللي قاعدين يقوموا به، قاعدين يكرروا في التوانسه وما همش فايقين. هو نموذج هو نموذج للنظام البرلماني الفاشل. لانه علاش؟ لانه اصبح النظام المجلسي او المجلس الوطني التاسيسي هو معناتها تابع من توابع السلطه التنفيذيه. كي نقولوا تابع من توابع لانه الاغلبيه الموجوده تقرر في اجتماعات الترويكا مع الاسف، وتجي تحب المجلس الوطني وبالتالي يصبح المجلس الوطني التاسيسي بدون قرار وليس صاحب القرار. وذلك علاش التوانسه تقلبت علينا، لانه اليوم وقت اللي نقولوا احداث 9 افريل، احداث 9 افريل اللي صارت عام ناول، نفتحوا لجنه تحقيق، اول لجنه تحقيق برلمانيه تصير في تاريخ تونس، ونحطوا على راسها منتمي مع الاسف الى الحزب الحاكم اليوم في تونس. كيفاش نحبوها تنجح؟ هي في العالم الكل لجان التحقيق تكون معناتها مستقله معناتها على الحكومه، لانه الحكومه هي اللي اليوم نجيو نحطوا معناتها هاو نوريك كيفاش السلطه التنفيذيه والاغلبيه الحاكم تفشل عمل المجلس الوطني. كي اليوم احنا نقولوا راهو الدستور نتاعنا لابد انه يخرج من منطق المحاصره الحزبيه والارضاءات الحزبيه. علاش هو اللي صاير اليوم مع الاسف؟ اللي يحكم فينا الاجنده السياسيه للاطراف الموجوده في الحكم هي اللي تحدد التوجه العام نتاع الدستور. اليوم مع الاسف السيد مصطفى بن جعفر لابد انه يراجع حساباته مراجعه جذريه، لانه التاريخ لا يرحم. التاريخ لا يرحم. اليوم وقت اللي السيد مصطفى بن جعفر واقول وتحمل المسؤوليه انه الدستور هذا راهو ماهوش دستور باش يتعدى به رئيس الجمهوريه التونسيه، هو دستور للتوانسه الكل. مثالش خلي سي مصطفى نقولوا له راهو الدستور هذا ما يلزمش يكون مطيع باش نوصلوا به للمبتغيات السياسيه نتاعنا، لانه اللي قاعدين نراو فيه اليوم انه مع الاسف فما اطراف قاعده تحب ترهن الدستور نتاع بلادنا، دستور الاجيال القادمه. وقت اللي نحكيو على الدستور هذا لابد انه يكون دستور التوانسه الكل، ما يكونش دستور فئه حزبيه. صحيح اليوم فما سياسه حافه الهاويه زاد كيف اللي ينتهجها الحزب الحاكم، واللي في كل مره مع الاسف كانت في صالحه، في تشكيل الحكومة، في حكومة حمادي جبالي، في حكومة علي العرايس. معناتها كانت المسألة هي سياسة حافة الهاوية اللي نحكي عليها. الهاوية وين نحن؟ يمشوا للاستفتاء، هذيك الهاوية ما عرفش بعد شو نعملوا. معناتها التوانسة باش يقبلوا بالدستور وهما ما همش مقتنعين به، باش ما يعاودوش التجربة ويقول لك هيا قبلنا نقبلوا بالدستور هذا، طب بعد 5 سنين نحاولوا نبدلوه، ولا ما نقبلوش بالدستور هذا ونرجعوا ما نعرفوش وين نلقاو رواحنا في فراغ، وما عندنا حتى آلية قانونية وما عندنا حتى آلية دستورية. بربي تعليق صغير على السلام سي محمود. أنا الحقيقة راني معناه الشرعية اللي أفرزت الشكل هذا ولا التركيبة هذيك نتاع المجلس واضح من الأول اللي هي موازين القوى مختلة، واللي معناه اللي ماشيين فيه الكتلة الأغلبية مع حلفائها باش تخلي صوت المعارضة ولا اللي اختاروا باش يكونوا في المعارضة ولا اللي حاملين مشروع من نوع آخر. هو يا أخي والله بالعكس نقول هما بالرغم لأقلية وصوتهم عالي بالنسبة للأقلية. أني يظهر لي اليوم وصلنا لمرحلة المجتمع المدني عموما
معناها الناس اللي واعيه بالليزانجو، معناها بدقه المرحله، هي اليوم اللي تنجم تلعب دور ايضا مع الكتله هذه الاقليه، باش نجم تضغط على الكتله الاغلبيه اللي متمسكه بشرعيتها. ومن المضحكات مبكيات، ميساج نضحكوا شويه، مريتش عمري شرعيه تخرج للشارع باش تدافع على شرعيتها، لانه شرعيه هي انترنسيكمون معناها هي قائمه بذاتها وصلبه بذاتها. فاليوم نحسوا الناس الكل اللي المجتمع المدني بعد عامين من انتفاضه شعبنا الكبير، وبعد العام من تجربه الحكومه المؤقته الى اخره، يظهر لي شعبنا اليوم حس بخطوره الموقف، وحاس اللي الاحزاب كفاعلين اساسيين او اوائل يعني في المشهد السياسي لازم يكونوا مسنودين ايضا براي عام واعي بمجتمع مدني متحرك أيضاً. محمود بارودي، اليوم مسودة الدستور هل هي مشروع توافقي؟ هل هو سيكون دستور استرضائي ام دستور هدفه ما يعطى باليمين يؤخذ باليسار؟ لا، هو مع الاسف الدستور اصبح وكأنه مسكن للتوانسه. نحبوا نعطيهم دستور مهما كان مهما كان الثمن، لانه التوانسه تو ولاو دستور، وينو دستور وينو دستور. دونك يلزمنا نعطيهم دستور، ولكن التوانسه ما همش سامحوني ديبيل باش تعطيهم اي دستور. التوانسه يعرفوا يقراوا، فيهم نخب مثقفه. التونسي العادي كي يتمد له دستور ينجم يفهم ويعرف لي لاكون اللي فيه، ويعرف شنو هي اكثر حاجه مقلقتك اليوم في مسودة الدستور؟ والله انا اغزر ما نحبش نرهن البلاد ونرهنوا البلاد كما قلت على معركه سياسيه نتاع 5 سنين. انه اليوم اذا باش نحدوا النظام السياسي، بالنسبه لي انا اذا باش نحدوا النظام السياسي لبلادنا، ما يلزمش تكون الحسبه محدده على قياس حزب معين، او على قياس حزب اخر معين، او على قياس شخصيه معينه تحب تولي رئيس في البلاد. يلزم يكون نظام سياسي باش يتواصل لاجيال. لانه علاش نقولوا لاجيال؟ لانه اليوم النظام السياسي اذا ما تكونش فيه مؤسسات الدوله وما يكونش فيه معناتها مؤسسات ديمقراطيه، راهو اي نظام سياسي راهو ما يليفوا على شيء، باش يكون نظام فاشل. في ترشحات الرئاسه شكون اللي تراه الاقرب لطموحات اغلب التونسيين؟ مو الوقت يدهم فينا ونحب ناخذ منك اكثر معلومات. انا كان انا رايي هكا معناتها بكل توا في مخي انا معناتها نحب الشباب ونحب سمير الطيب. انا مثلا نراه هكا رئيس جمهورية علاش ليه معناتها هكا، خاطر لانه هالشباب هذايا اللي معناتها سمير الطيب باش يترشح لرئاسة الجمهورية. ولا ما اعرف، قلت هكا ولا ما نعرف هو من بعد يقبل ولا لا نعم. انا لا معناتها خاطر اغزر. انا تعرف كان جات عندنا آلية نعملوها، كنا نجموا نعملوا بريزيدونس تورنونت. اش معناتها؟ الجماعة اللي يحبوا يوليوا رؤساء نعملوا لهم كل واحد 6 شهور، تو في عامين نكملوا 6 شهور شويه نعطيهم 6 شهور يشيخ فيهم، يمشي الاشباع اللازم يمشي الكرتاج ويعطيوه صلاحيات وامور واضحه. 6 شهور مازال فيه. عندنا 5 احنا عندنا 5 ولا 6 يحبوا هكا، نعملوا لهم 6 شهور تو في 3 سنين نتفرهدوا ونمشيو نبنيو بلادنا. مدام امال، شكون رئيس الجمهوريه اللي تراه يستجيب لطموحاتك وطموحات التونسيين على الاقل اللي في الانتوراج نتاعك؟ هو المتاكد انه يكون شاب، هذه حاجه متاكده، خاطر ما ننسوش راهو شكون اللي حطنا في الوضعيه هذه على صعوبتها. شكون اللي مكننا من الحلم تاع العمر؟ ما كنتش نتخيل بروحي نجم نعيشه ونلقى روحي معناها في الوضعيه هذه. على الاقل الشيء اللي كسبناه حريه التعبير والتفكير، وتقول عاليا تخمم فيه الشباب بدون شك. ويا ريت تكون امراه زاده شيء علاش فهمت؟ هذا مش من منطق النسويه. فما اسمع تعرفي انا شعبنا نحسه زاخر ومعبي بالطاقات وبالناس اللي عندهم مصداقيه كبيره لحد اني نقول لك يصعب علي الاختيار. وهذا الجميل في بلادنا، معناها ننسى واحده نتفكر الاخرى، ننسى واحد نتفكر الاخر. دونك هذا الناس الصادقين اللي يعطوا لها البلاد هذه واللي قادرين باش يعبوا. سي الباجي قايد سبسي البارح للترشح للرئاسه واعتباره الحكومه اللي هي فاقده المصداقيه، معناتها شنو رايك فيه؟ والله يغزر، هو في حزب سياسي شكون قال اللي هو تكتيك سياسي؟ هو بطبيعه الحال اي قرار هو تكتيك سياسي، معناتها داخل في مناوره سياسيه عندها الخلفيات نتاعها والابعاد نتاعها، وبطبيعه الحال النتائج اللي شنو قراءتك انت؟
لا قراءتي انه انا ما نحبش ندخل لانه مدينه تونس هو حزب كباقي الاحزاب هما احرار، ولكن انا اللي سمعته انه مع الاسف سي طاهر بن حسين قال انه القرار خذاه بمفرده، وانا نعتقد انه هذا ممكن يخلق اشكال، ما نعرفش انا، ولكن هما بطبيعه الحال هو حزب معناتها يختار الطريقه الانسب واللي يعبر بها، معناتها هذا ما نجمش ندخل فيه. نعم. القمرة يا الوقادة وراجعين ضيوفي اليوم أميل الحمروني ومحمود البارودي.
راديو كلمة تسعة مع مريم بن حسين على راديو كلمة. دغايف تعيف. سي محمود بارودي، شكون طرف أو شخص أو اللي يوقف اليوم أمام مشروع الديمقراطية عائق؟ شنو العائق؟ ما نقولش شخص أو طرف، نقول عقلية كاملة تحب ترجع بينا للأيامات الاستبداد أيامات الفكر الواحد، وتحب توخر بينا برشا. يعني العقلية هذه هي اللي لأنه الأشخاص تمشي وتجي، تنجم اليوم فلان غدوة تلقاه طرف آخر سياسي اللي هو اليوم ينجم يكون في المعارضة. معناتها العقلية بتاع الاستبداد والتفرد بالرأي راي عقلية عند التوانسة، وكي نتخلاو على العقلية هذه نتخلاو على كل مشروع استبدادي مهما يكون، باسم الدين ولا باسم الحداثة ولا باسم البروليتاريا ولا ما عرفش انا، فهمت؟ معناتها العقلية بتاع التونسي لابد انها تكون متماشية مع العصر متاعنا اليوم. مع الأسف الأطراف تعرف الشيء هذا وتعرف اللي فيه نقطة ضعف لهنا عنا في تونس، هي تحاول وتعمل كل المساعي متاعها من أجل أنها تمرر أجندة سياسية، وهو راه مش نقول حقها أنا، ولكن هي تدافع على الشيء هذا. ما تنجمش أنت تجي تلوم طرف يلزمك تنقده، ولكن هذا هو المشروع اللي قام عليه. ومع الأسف فما جزء من التوانسة انتخبوه على أساس المشروع هذا. معناتها فما جزء كبير لهنا، انا راه نقول لك معناتها جزء كبير من مغالطه ايضا في مغالطه هذاك عليه. هي لا في من بعد، ولكن ما يلزمناش ننكروا اللي فما جزء انتخبوا على اساس المشروع هذا وما يحملوا الافكار هذه. دونك انا بالنسبه لي انا هي لابد انه تكون عقليه الافكار هذه، انه مثلا تغيير نمط المجتمع التونسي بطبيعه الحال. فما شكون لانه حاله السياسه اللي انتهجها بن علي وكنا نحكيو فيها تو في الكوليس، سياسه تجفيف المنابع خلات التوانسه يلتجئوا في وقت معين قبل ما نوصلوا للثوره، لانه هو الثوره راهي شنو هي؟ تراكمات في اواخر التسعينات وبدايه العشريه الاخيره من القرن العشرين. كانت كانوا القنوات الوهابيه هذه اللي حكينا عليها، واللي التوانسه العديد من التوانسه يتفرجوا فيها، اللي في اون كيلكو سورت حتى كان ما اثرتش فيهم بصفه كبيره، ولكن مست حاجه فيهم، مست الوازع الديني. ومع الاسف الوازع الديني التوانسه ما خذاوش الاسلام نتاعهم، ما خذاوش الدين نتاعهم من عند التوانسه، خذاوه من عند عباد تصدر فيه وتورد فيه، تجيب لنا فيه من البلدان اللي هي معناتها الثقافه نتاعهم غريبه على تونس. نعم. سي محمود، اللي تقول فيه صحيح، جزء من المشهد متعلق بالثقافي والذهني. بالتأكيد اختيار الشعب التونسي مؤسس بالتأكيد على اختيار فيه نوع من الوعي بنوعية المشروع المطروح، معناه نتاع الناس اللي ينتخبوهم. ان تو اللي يغيظني ياسر الكلنا نسكل تقريبا ننسوا علاش انتفض شعبنا. انا يظهر لي الجانب الاقتصادي، الميزيريا، الجوع، البطالة هو الحديث الصحيح. الاخر كله ما هو الا نتيجة ولا ترجمة لتلك الوضعية. نعم، شغل حرية كرامة وطنية هذه اللي كان الشعب الأولي. أنا نقول الحالة الاقتصادية نتاع بلادنا والاجتماعية واللي خلتنا نتكشفوا على حالة مزرية، معناها نعيشوا في وطن واحد وعلى تراب واحد، والبعض منا يعيش وهو كريم النفس ومتمتع بإنسانيته، والبعض الآخر كان أقرب للوضعية الحيوان أكثر منها للإنسان. وشفتوا قداش تألمنا الناس كل. أنا كيف
تعرف ريت الميزير المادية بأبعادها المادية أيضا موجودة حتى على المستوى الذهني والفكري. فاليوم ما نجمش نقول يلزم التونسي يغير من ذهنيته باش ينجم اليوم يأمن انتقال ديمقراطي. أني نقول التونسي باش ينجم يكون يكسب هالأخلاق جديدة وهالذهنية جديدة يلزم يعبي كرش الساعة ويلزم يعيش عيشة كريمة باش ينجم يسمع راديو ويقرأ كتاب ويستوعب باش يقول سي محمود البارودي وش تقول أمل حمروني. فهذه النقطة الأولانية ما يلزمناش نفهموا اللي راهو القاعدة الاقتصادية والعلاقات هذه هي اللي تخلق الأخلاق وتخلق العقلية وتخلق التعامل من نوع على آخر. هذا الجانب الأولاني. شو نقول بالنسبة لي على الأقل مشروع مجتمعي علاش انخرطت فيه ناس؟ لأنه الناس اللي خاطبت العباد واعطتهم مشروع خلاص اقتصادي. الناس الجيعانه جوهم ناس قالوا لهم راهو باش تخرج من الوضعيه هذه، اختاروا الناس اللي تخاف ربي وعطوهم لي سي باسي للجنه وللدنيا. دونك فما مغالطه كبيره وفما كذبه كبيره. ولكن شعبنا لانه حقيقه حكيت حر العين بالضبط شعبنا لا كان لا يمارس السياسه ولا يمارس الديمقراطيه لا حتى شيء ما كانش ينجم يعرف اللي راهو اكل خطاب هذاك راهو إلي تروكي، راهو مغلوط، راهو مسموم، راهو ما نجمش انا نقدم اليوم نخرج انسان من وضعيته الاقتصاديه بمجرد معناها شعار ديني اللي هو يجمع الناس الكل كما شفنا. يبدو لي اليوم الناس اللي تنجم يكون عندها الحق في المشهد السياسي، نحكي على السياسيين، هم الناس ينجموا يقدموا الإجابة الحقيقية لمعاناة شعبنا. وحتى الناس اليوم اللي غلطوا العباد هذوما ومشوا معاهم وعطوهم هالشرعية الكاذبة هذه اللي نسميها تروكي كما في البروبابيليتي لي جو دو كارت فوالا دو كارت. دونك شو نقول إن شعبنا حتى وكانوا ماهوش ما عندوش الذهنية والعقلية والثقافة السياسية اللي تخليه يمكن يختار الناس اللي باش تعطيه حقيقة بدائل صحيحة معناها ومشاريع اقتصادية باش تخرجوا من وضعيته. اليوم ما انه الشروط الماديه نتاع المعاناه ونتاع الفقر والمزيد ما زالت موجوده. شعبنا راهو ومازال في حراك دائم، راهو كيما مشى اليوم على اقصى اليمين كيما غدوه تو حتى بحسه بذكائه الحسي والفطري تو يعرف اللي الخطاب هذاك كان كذبه كبيره واللي يمكن ينجم يمشي نحو المشاريع. حاجه بركه امال انه هذا ممكن ياخذ وقت، مش ياخذ برشا وقت، معناتها انه النواحي الاقتصاديه والاجتماعيه معناتها صعبه لازم تكون جزء من خطابكم. لازم تكون جزء من الخطاب هذا ماشي معاه. ولكن انه نستناو لانه نتفكر انا مقوله جاء مره جاك شيراك لتونس وقالوا تفكر ذكرها اللي ما ني با دو تو دون فهمت قالوا ما عندكم الماء واحد فهمت. دونك فاش تفرقسوا على الديمقراطيه معناتها من الاخر تفرقسوا عليها علاش ماكم تاكلوا وتشربوا. لا هي المسؤوليه في انه تامن. سامحني باش انا كي نتكلم على الحقوق الاقتصاديه راني نتكلم على تامنها في الدستور في هذاك اللي باش يكون باش يوفى. امال حمروني يعني في مسوده الدستور كان خوف كبير على حريه الابداع. اي انا اللي من جمله مثارني قلقتني هي انه حكايه الثلب وشكون يثلب مدري شنو اكسترا. شوف انا سأنضم صوتي لصوت الصحفيين والناس الكل اللي معنيين بحريه التعبير والفكر اللي هما الصحفيين الجامعيين وشخصيا معناها كفنانه غدوه نجم نقدم مضمون اغنيه ما يعجبش الناس ويعتبروه من فصيل الثلب. وانت تعرفي الابداع شرط من شروط الابداع هي الحريه الكامله والمطلقه والغير مشروطه باش نجم نقول بالاليات نتاعي. فتحي الهداوي البارح في احدى القنوات التلفزيونيه قال هو حلم ما تنجمش انت تجي تحاسبني اليوم على حلم اني اليوم نقول ما زلت اني غدا باش نثلب ونمارس حقي باني ننقد ونقول اللي نحب. فما لو الخيط الرفيع ما بين الثلب والنقد والانتقاد كبير. نعم. اخر سؤال حبيت موقف من معناتها قبل قليل في الاخبار فرقه تابعه للجيش الوطني تحولت الى محميه جبل شعانبي لاستكشاف المنطقه وسط تردد انباء عن وجود الغام اخرى مزروعه في المنطقه. معناتها هذا العنف وهذه الالغام اللي ولات موجوده في تونس معناتها كيفاش شنو رايكم فيها؟ أصبري التونسي مسكين معناتها الغام في الدستور والغام على أرض الواقع وحقيقية معناتها. وجيشنا الوطني قاعد يعاني والمواطن التونسي يستنى في الدستور ولكنه مع الأسف فيه الغاب إلى حد هذه الساعة كما كنا نحكيه على حرية التعبير. هذه إن شاء الله تجاوز تونس المرحلة الصعيبة هذه تجاوزها برجالها وبنساها اللي يحبوا بلادنا واللي يحبوا يدافعوا على بلادنا واللي
ما عندهم حتى شيء امام عينيهم كان تونس. نعم، شكرا لك محمود شكرا. البارودي، نائب عن الكتله الديمقراطيه وعضو التحالف الديمقراطي. مدام امال حمروني، غدوه الناس اللي يسمعوا فينا الكل وجمهورك الكبير مرحبا اللي بيهم. تابع في عيون الكلام ايضا باش يكون عنده موعد معك في المسرح البلدي. المسرح البلدي 7 نتاع العشيه باش نحتفلوا بعيد الشغالين، عيد الشغيله، عيون الكلام، امال حمروني خميس البحري مع مجموعتنا، ونتمنى نفرحوا مع بعضنا لانه الاتحاد كان دائما دار الناس الكل والحاضنه للناس الكل، وكان راهو وقت يكون نحسوا باليتم كان الاتحاد راهو هو دار الكبيره المحلوله. فمرحبا بكم الناس الكل. نعم، حمدي معايا في قاعة الإخراج، نوجه له التحية. أنا بعد قليل نرجع نلقاكم في كلام حلو مع 8 متاع الليل من 8 ل 11 كالعادة كل اثنين. مريم بن حسين تبوسكم الناس الكل. أتوتالوغ، باي باي. كلمة